بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لهذا اليوم. نروحوا للوصفة تاعنا واللي هي صابلي طبقات ولا السنيوة. المقادير: نحتاجو 4 حبات بيض، كاس سكر كما راكم تشوفوا ناقص اصبع ولا 2، ما نديروش معمر بزاف، كاس زيت، عطر الفانيلا ولا فانيلا بودر اللي عندكم تقدروا تستخدموها، و2 تاع أكياس خميرة حلويات. أنا هنا راح نديره في البيترا معاكم، انتوما لكم حرية الاختيار، تقدري ديريه بالفوي ولا بالباتر كيما بغيتي اللي تجيك ساهلة ديريها. أنا اليوم بغيت نديره في البيترا. كيما شفتوا المقادير جد بسيطة وتخرج لك كمية كبيرة، دوك تشوفوها معايا في الأخير. نعاود لكم المقادير: 4 حبات بيض، كأس إلا صبع ولا زوج تاع السكر، كاس زيت، عطر الفانيلا الفارنة أكيد باش نلمو، و2 كيس خميرة الحلويات. إن شاء الله برك يكون الفيديو واضح لكم. سامحوني على زاوية التصوير، التريبي تاعي راه شوية فيه بروبليم، راه مكوانسي اللي ما بغاش يهود. مشوها معايا ان شاء الله ونصيبوا له حل مع بعض. وكما راكم تسمعوا في لافوا تاعي راني فريمون قريب مع حساسية. عييت نتهرب من التسجيل تاع الفيديو هذا، مونطيته لكم عندي مدة وعلى خاطر صوتي ما درت لكمش، ومن بعد قلت اذا استنيت لافوا تولي قعدتو باش نشارك معكم مخبوزات ان شاء الله رمضان الكريم لحيانا ربي، وصفات خفاف تاني ان شاء الله باش نقلعوا بها الحيرات عشان نطيب وش ندير في رمضان ان شاء الله. نولوا للوصفه تاعنا. كما راكم تشوفوا حطيت كلش مع بعض ودرت هنا الفوي تاع البيتخا، هي اللي خدمت بها، ما خدمتش بالكا ولا هذاك تاع اللي يعجنوا. حطيت المقادير كامل مع بعض، ما يهمش الترتيب، المهم الزيت في الاخير ديريه بالتدريج. درت البيض ودرت السكر ومن بعد عاد ضفت الزيت بالتدريج. ست روحي مانيش مصوره هذاك المقطع. شوفوا البنات، وصفة أبسط منها وأسهل منها أنا جاب لي ربي ما كانش. سيوها وعلى ضمانتي إن شاء الله، سيوها وعلى ضمانتي. شوفوا هنا الخليط اللي تحصلت عليه بعد ما ضفت الزيت بالتدريج. البنات علاه نضيفوا الزيت بالتدريج باش يدخل لكم مليح، ماشي كيما صابلي تاع الزبدة. هنايا بعد ما خلطت المكونات راني نمونطي معكم وانا نشوف روحي يا خياتي. خدمت باللي تعجن الكسرة هاد لي بياس، ما درتش الكا تاع الصابلي هذا. وين راني نشوف معكم على باليش كيفاه حتى درت هذا هذا اللقطة، مي معليش عطاتني نفس النتيجة. بغيتو ديروا بيهم راني سيتهم لكم قدامكم حتى هما خرجوا لي عادي. مالغري موالف في الصابلي نخدمه بالكا هذيك المسطحة. مانيش عارفة كيفاه اليوم تروحي ركبت هاد لي بياس خدمت بيهم حتى في المونتاج دوك واش راني نشوف. هاد لي بياس تخدمي بيهم المطلوع، كسرة رخساس كيما نقولوا العجينة اللي تجي قاصحة. عندنا الفوي نخدمو بها لي كريم والبيض، وهاد لي اس ولا مانيش عارفه اسموهم. ما عندهمش اسم على كل حال. كاين الفوي وكاين الكا هذيك تاع الصابلي، هادو ما عندهمش الاسم، هادو يعجنوا بهم. شوفوا الطريقه تاعهم كيفاه يلموا لك العجينه، يعجنوها كيما الكسره. الكسرة رخساس تاع السميد ولا الكسرة مطلوع عادي، تعجنها لكم يا البنات روعة الروعة. انا راها عندي من رمضان تاع العام اللي فات. كنت مرضت واحتاجيتها، كنت مريضة ديجا كان على بالكم، واحتاجيته شريته. ما شاء الله البنات يقلع عليكم غلبة ويقلع عليكم حيرة ويهنيكم من العجين. شوفوا البنات، بعد ما وجدت العجينة تاعي وريقلتها في القوام راكم شفتوه، قسمتها على زوج. جبت البلاطو اللي راح ندير فيه، نورمالمون كامل راكو تعرفوه 30 على 40 الله اعلم. دوك من بعد ناكد لكم القياسات ونكتبهم لكم في صندوق الوصف اللي يبغي بالتفصيل. نجيب هنا بابي كويسون ونقطعه بنفس الحجم تاع السني اللي غادي ندير فيه. البنات هنا اللي جاتكم العجينه بزاف، مالغري انا ما تجينيش بزاف خاطر بناتي يبغوه وما يقعدش عندي حتى يومين. اللي تعرف روحها عائلة صغيرة ولا تقدر تقسم المقادير على زوج، دير نصف المقادير برك، دير 2 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، وحده لاليفير وتلم بالفارينة ولافاني نفس الشيء، ودير في البلاطو الصغير هذاك تاع راني شاركت معاكم نورمالمون وصفات فيه كيما يقولوا بلاطو تاع حبة بيض. فيه وقيله 20 على 30 الله اعلم.
تقدري تقسمي المقادير على زوج وديريه. شوفوا هنايا أنا استعنت بهذاك البلاستيك تاع الطوابل، دايما شتوني نحل بيه البراج، يساعدني عملي بزاف. حليت به العجينة تاعي ورفدتها بها بالبابي كويسون تاعها وحطيتها في البلاطو، نحطها هكا بهذا الشكل. ومن بعد نجيب فرشيطة ونثقب غير خفيف خفيف، البنات ما تثقبوش بزاف برك هنايا باش ما تنفخ لكمش العجينة، وفي نفس الوقت ما تثقبوش خاطش غادي نديروا لها الكونفيتور ويهود لكم فسني من تحت كان تثقبوها بزاف. كيما شفتوا درت ثقوب خفيفة بالفرشيطة برك، وجبت هنا الكونفيتير لكم الاختيار. انا نبغي مربى تاع المشماش. هذه اول حاجة. تاني حاجة اللي يبغي كونتيتي كبيرة يدير تقريبا قوطي كامل تاع 500. انا ما نبغيش يجي بزاف حتى كي تاكلي يبزط. انا هنا ندير نص قوطي، دوك تشوفوا معايا النتيجة في التالي. اللي يبغي يجيه بزاف يدير تقريبا قوطي كامل تاع 500، يدير 400 ولا 500. هي الوصفة يجي فيها 500، انا موديفيت فيها ودرت نص برك، درت 250 هكاك على حساب زعما. ماشي تشحي في الكونفيتير وماشي تكتري تتولي كي تاكلي يبزط. انا ما نبغيش كيما هاك، ما نبغيش هذاك القوام. شوفوا البنات نسطحه مليح مليح ونعاود لازم يجيكم نيفو واحد هكا باش يجيكم شباب، مام كي تحطي العجينه تاعك ما تنغبنيش. ومن بعد نروح نحل العجينة الزوجة بنفس الطريقة اللي حليت بها العجينة الأولى. شفتوا البنات هنا زاوية التصوير قلت لكم يدي تجيكم عند الكاميرا بزاف، إن شاء الله برك تريقل لي التريبي تاعي ونعاود نولي نصور لكم كيما كنت نصور لكم قبل، تصوير واضح. أنا هنا سرعت لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاه الخدمة. أنا هنا كنت نخدم على أقل من مهلي و... وهنايا شوفوا بعد ما كملت درتها نيفو واحد غادي نرفدها دروك، غادي نرفدها بالمقلوب ماشي كيما رفدت الاولى حطيتها بها بالبابي كويسون. على كل حال بنات لكان بقاو لكم زوائد وبغيتو تخدموهم صابلي عادي يصلح لكم عادي جدا. شوفوا هنايا غادي نقلب العجينه تاعي ونقلع البابي كويسون من الفوق ونسيي تاني هي نسطح الجوانب تاعها ونقلع الزوائد. انا ما على باليش انا والله عاده ما يجونيش الزوائد، اليوم مانيش عارفه كيف خدمتها لكم، مش عارفه كي تاع التصوير والله على بالي. عاده نحله ما يجينيش، يبان لي البابي كويسون اليوم قطعته شويه كبير على البلا، وانتم قطعوه قد على حساب البلا باش ما يبقولكمش الزوائد. عندي هاد الصابلي ولا هاد الوصفة. شوفوا البنات ديريها في رمشة عين. كي نقولكم سهلة وبنينة، سهلة وبنينة، وبناتي يموتوا ليها. تقلع عليك الغلبة على الأقل نهار زوج، ما تخميش شديري لهم للقهوة تكون عندك بكمية كبيرة. هنا تاني نفس الشيء، بعد ما سقمت العجينة ندير ثقوب خفيفة خفيفة برك وندخلوها في فرن متوسط الحرارة. هنايا البنات راني نوريلكم في شوكولا دادا درت زوج قطع برك سما 200 غرام تاع شوكولا دادا بالحليب. هنا قلت لكم كنت دخلتها في الفرن على درجة متوسطة 180 درجة. نقسيلها من تحت، نقسيلها عندكم تقريبا ساعة وهي طيب. ما تعجلوش عليها البنات باش تجيكم محمصه وبنينه. كي تشوفيها حمرت لك في الجناب مليح عاودي حمريها من الفوق. وهنا رحت جبت هذوك زوج قطع تاع شوكولا دادا اللي وريتهم لكم، ذوبتهم، زدت لهم كميه من الزيت باش تقعد لكم هذيك الشوكولا طريه كي تاكلوها ما تحسوهاش قاصحه. وجبت كميه تاع الكاوكاو محمص ومرحي هنا نوعا ما للخشين متوسط، يعني تبغي ديريه متوسط ولا خشين لك الاختيار باش يجيكم الكلاصاج تاعكم كيما الفيريرو. ونفرغه من الفوق. شوفوا البنات ما تبان لكمش بلي هذيك 200 غرام قليله، دوك تشوفوها معايا من بعد. ما تكتروش الشوكولا هذه اللي ننصحكم بها، خير ما تولوا كي تاكلوها تجيكم كي الدالا تبقى قاصحه تاع الشوكولا. 200 غرام في هذه المقادير تكفيكم، تكفي وتوفي. انا نسطحها بهذا الشكل ونخليها تنشف البنات. انا اليوم الغلطه اللي درتها معكم مانيش عارفه هذا عند لاغوسيت اليوم اللي شاركتها معكم مليئه بالاخطاء، نقول راني نتعلم، معليش نتعلموا مع بعض. انا هذه الوصفه عاده نخليها كي تبرد نقطعها، ماشي كي تبرد حتى تجمد تغبنك تولي شوكولا تطرطق لك، وماشي تاني هي عاد ما نشفتش تقطعيها تخلي لك لي تخاص تاع الخدمي. شوفوا البنات هنا خليتها تنشف في خاطرها، ومن بعد رحت لها نقطعها. ديجا قطعت منها وكلاو بناتي
شوفوا البنات هادو اللي خاص تاع الخدمة اللي كنت نقول لكم عليهم، ما تجيكمش الشوكولا تاعكم منفينيه حتى لتم. هذه هي الحلوى تاعنا في شكلها النهائي وفي صحن التقديم، تجي بزاف 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 هشيشه وخفيفه. دوك نقسم معاكم حبه تشوفوها، شوفوا حتى الشكل تاعها جاي مقبول. هنا لا بغيتيها لضياف، تبغي تزيدي لها من فوق مكسرات بندق ولا الورد المجفف ولا الورقه الذهبيه، لكن الاختيار انا نبغيها في شكلها التقليدي. شوفوا البنات، شوفوا كمية الكونفيتير مارغري قلت لكم درت نص قوطي برك وديجا راها باينة ومكفية وموفية. جربوها البنات وردوا لي رأيكم في التعليقات ولا في الجروب هذاك راه فريمون مانيش ناشطة فيه. ردوا لي تعليقاتكم إذا بغيتوا تما نعاود ننشط معكم فيه بإذن الله. شوفوا البنات نقسموا الحبة تاعنا فريمون طرية، شوفوا مشبكة طرية مشربة، شوفوا كاع الشاكعين سيوها وردوا لي الخبر. وصلنا لنهاية الفيديو حبيباتي، وما بقى لي غير نقول لكم إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. وما تنساوش تدعموني باللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. سلام.